شاب في ثانوي يروح الثانوية ولكن يكتشف ان المدرسة بتخلي الطلاب يبقوا متزوجون، ويتفاجئ ان اجمل فتاة في المدرسة هي اللي هتكون زوجته. فهل بطلنا هيستغل الفرصة ويلبي رغباته ولا هيكون محترم؟ بس قبل ما ابدأ الفيديو ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وتشترك في القناة علشان انزل لك باقي الاجزاء، وتصلي على حبيبك النبي عليها افضل الصلاة والسلام. ويلا نبدأ الحكاية. الحكاية بتبدأ بمية وهي في المعبد وبتدعي إن يرزقها بشخص هي بتحبه يكون هو زوجها. بعد كده بتظهر ميمي وهي كمان بتروح عند المعبد علشان تدعي، ولكن مرة واحدة وهي طالعة على السلم بتتكعبل، بتكون هتقع ولكن بتمسك في مية، فمية بتتفاجئ وميمي بتعتذر منها لأنها كانت هتقع، فبتقول لها عادي ولا يهمك. بعدها ميمي بتسألها هل هي جت هنا علشان تدعي إن زوجها المستقبلي يكون حلو، فمية بتتكسف منها وبتسيبها وبتمشي. وبص بقى يا صديقي، المدرسة دي مدرسة ثانوية بتحرص على الطلاب قبل ما يتخرجوا من المرحلة الثانوية انهم يعيشوا مع فتاة في منزل واحد، وبيتظاهروا كأنهم متزوجون ويهتموا ببعض وكل شيء متاح. وده هو بطلنا كانج، بيكون قاعد مع صديقه وبيلعب وبيكون مش مهتم بكل ده، وصديقه بيقول له هو انت مش متوتر لانك النهارده هتختار شريكتك هتكون معاك وممكن في المستقبل تكون هي كمان زوجتك؟ فبطلنا بيعرفه ان هو مش مهتم خالص وانه بيتمنى تكون زوجته هي الفتاة اللي هو بيحبها من صغره، وهي يا صديقي بتكون ميمي. فبيقول له تمام. بعد كده بتيجي مية واصدقائها وبتقول له انت يلا يا تافه ابتعد عن طريقي، فكانج وصديقه بيخافوا منها وبيبعدوا. بعدها مية واصدقائها بيكملوا في الطريق، ولكن مرة واحدة بيظهر اشهر طالب في المدرسة والاجمل روكي. مية اول ما بتشوفه بتفرح جدا لانها معجبة بيه اصلا، وبتبدأ تمدح في جماله، واصدقائها بيعرفوه انه هو اوسم رجل في المدرسة بالفعل وانه جميل جدا. وطبعا كانج وصديقه بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل، وكانج بيقول هو جميل على ايه؟ في ايه؟ ما شكله عادي جدا، على فكرة انا احلى منه. ومية بتعرف روكي انها تتمنى تكون هي زوجته المستقبلية اللي هيتدربوا مع بعض على الزواج ويعيشوا مع بعض. فروكي بيعرفها ان هو يسعده انه يسمع الكلام ده منها، فبتتكسف وبعدها بتسيبه وبتمشي. بعد كده كانج بيكون قاعد في الفصل بيكون محبط جدا، فميمي بتعرفه ان هما على وشك انهم يختاروا الزوج والزوجة علشان يتدربوا على الزواج وهكذا، وبتعرفه انها متوترة نوعا ما. فكانج بيعرفها ان هو كمان متوتر من كل الفتيات ما عداها هي لانها حب الطفولة. بعدها ميمي بتعرفه ان هي تتمنى يكون هو الشخص اللي هتتدرب معاه على الزواج لانه هو شخص لطيف جدا. فكانجا اول ما بيسمع الكلام ده بيكون فرحان جدا. بعد كده المعلمة بتدخل، بعدها بتبدأ تشرح لهم وبتعرف كل طالب وطالبة انهم هيتنقلوا الشقة يعيشوا مع بعض. مش بس كده، كمان الشقة هتكون مليانة بالكاميرات علشان يراقبوهم، كمان هيكون في اجهزة تراقب اي نشاط غير لائق يا صديقي ونبضات القلب علشان يقدروا يحصلوا على اكبر عدد ممكن من النقاط. وبتعرفهم ان هما لازم يتظاهروا كأنهم زوج وزوجة. مش بس كده، كمان يعيشوا مع بعض ويحافظوا على خصوصية كل طالب وطالبة، وكل طالب او طالبة هيكون عندهم غرفة ببصمة اصبعهم، هما الوحيدين اللي يقدروا يفتحوها علشان يحافظوا على الخصوصية، ومن بعدها ممكن يكونوا زوج وزوجة في المستقبل، وان كل طالب لازم يهتم بزوجه او زوجته ويسعدها. بعدها كانج بيكون متوتر جدا وبيقول في 15 طالب وطالبة في الفصل، اتمنى اني اكون مع ميمي. بعد كده بيتم الاختيار الطلاب. بعدها بنشوف كانج وهو رايح شقته، صوته 106، واول ما بيدخل بيتصدم لما بيلاقي مية هي اللي هتكون زوجته، ومية بتكون متضايقة جدا وبتمسكه وبتقول له انت مين يا وايه اللي جابك هنا؟ فكانج بيكون مسكين وخايف منها وبيقول لها ثانية انا معرفش اي حاجة، ممكن تهدي ونتكلم بهدوء؟ ولكن مية بتكون ماسكاه وبتقول له انا مش عايز اعرف، مستحيل تكون انت زوجي يلا يا تافه، انت شكلك غبي.
فبيعرفها ان البيت كله متراقب بالكاميرات، فالمفروض يهدوا ويتعاملوا بهدوء. فميا بترميها على الارض وبتقعد على الكنبة بكل تواضع وجمال، وبتقول شكلي هضطر اني اتعامل معاك كأنك زوجي للأسف ونهتم ببعضنا. فكانج بيكون خايف منها وبيعرفها ان هو الضحية في الموضوع ده، فكانج بيكون متوتر وبيرفض. فكانج بيكون متوتر وخايف منها وبيعرفها ان كل ده بسبب اسلوبها. فبتعرفه ان هما لازم يكونوا متفقين مع بعض ويكونوا شريكين زوج وزوجة حقيقيين علشان يقدروا يحصلوا على نقاط. وبطلنا بيقع على الارض وبيقول اهدي لازم نتكلم بهدوء. فبتقول له مفيش وقت، خد الكتاب ده اللي فيه المعلومات على التدريب على الزواج، المفروض تقراه كله علشان تفهم. فبطلنا اول ما بيشوف الكتاب بيتصدم وبيحاول يقرا ويفهم اللي فيه، ولكن مش بيفهم اي حاجة، ومش بيفهم غير انه لازم يتعامل مع شريكه بلطف ويقرب منه ويلبي له كل رغباته. في الوقت ده ما بتقرب منه وبتعرفه ان هما لازم يقربوا من بعض ويحصلوا على اكبر عدد ممكن من النقاط. انت بتقولي ايه؟ هذا مستحيل اني اعيش معاكي انت في بيت واحد. وبيتخيل انهم بيقضوا وقت ممتع في المطبخ وبياكلوا مع بعض. فبيتصدم وبيقول من الواضح ان الموضوع محرج بعض الشيء، وبيكون حزين جدا. في الوقت ده ما بتقرب منه وبتقول له هو انت محرج مني يا فتى، وبتقرب منه وبتحضن ايديه. فكانج بيكون محرج جدا لما بيسمعها انها بتدلع عنه وبتقرب منه وبيحاول يبعد، ولكن ما بتمسك وشه وبتقوله هو انا مش مثيرة ليك؟ هو انت مش شايفني جميلة؟ فكانج بيبص على الفتاة بيلاقيها كلها امكانيات خطيرة ناعمة جميلة. فكانج بيتصدم وبيبعد بسرعة، وحرفيا جسمه بيطلع دخان من كل حتة ووشه بيقلب بندورة وبيقول مستحيل مستحيل كل ده يحصل. في الوقت ده التايمر بيقل ل2 سالب، فبيفرحوا جدا لانهم بدأوا يرفعوا في التايمر. بعدها كانج بيكون متوتر وبيعرفها ان هو هيروح يجيب مشروب من الخارج. فبتقول له طيب ممكن تخليك جنبي وانا هعمل لك مشروب لبن بالفراولة. فبيخرج بسرعة قبل يا صديقي ما يخرج عن السيطرة. بعدها بنشوف ميا وهي قاعدة بتكون حزينة جدا وبتقول الشخص اللي انا حبيته طلع بيحب فتاة تانية، انا وقعت في شخص بيحب فتاة تانية بس انا مستحيل اتخلى عن الشخص اللي انا حبيته. بعدها بنشوف كانج في الخارج وهو بيجيب المشروب من المكنة، ومرة واحدة بيلاقي روكي مع ميمي والاتنين بيكونوا باصين لبعض ومقربين من بعض، ومن الواضح انهم متفاهمين جدا. وميمي بتقرب من روكي وبتعرفه ان هي مبسوطة جدا لانه هو هيبقى الشريك بتاعها. فروكي بيعرفها ان هو كمان مبسوط لانها فتاة ظريفة وجميلة. فميمي بتتكسف وبتشكره. فكانج بيتصدم لانه وقع في حب فتاة هي كمان بتحب شخص تاني وبيكون مكسور في منتهى الحزن. وبعدها بنشوف ميا بتكون بص على كانج وهو في منتهى الحزن، وميا بتعرفه ان هو لازم يتحرك ما يفضلش كده، لو فضل قاعد مكانه ميمي هتروح منه وهتقع في حب رجل تاني وده مستحيل يحصل، وهتستمتع بوقتها من غيرك وانت هتفضل قاعد لوحدك حزين وبتعيط. فبيزعل وبيفضل يعيط وبيقول لها ارجوكي اسكتي. بعدها ميا بتطبطب على دماغه وبتعرفه ان هي جنبه فما يقلقش. فكانجي بيتوتر جدا وبيبعد عن ميا وبيقول لها ارجوكي ما تسخريش مني. فبتعرفه انها مش بتسخر منه، بالعكس لا هي بتحاول تهديه وتهتم بيه. وبتعرفه ان هما لازم يتظاهروا انهم كأنهم متجوزين علشان يقدروا يرفعوا من التايمر اكتر ويحصلوا على اكبر عدد ممكن من النقاط، وغير كده هياخد خبرة ازاي يوقع ميمي في حبه. فبيتوتر وبيقول لها معاكي حق، ولكن مرة واحدة ميا بتقرب منه وبتمسك وشه وبتعرفه ان هما لازم يتعرفوا على بعض اكتر. فكانجي بيتوتر وبيقول لها فعلا كلامك صح، انا هحاول افعل اللي انت بتقولي لي عليه. فبتتعصب وبتقوم وبتعرفه ان هما بيمثلوا ده مش حب حقيقي، علشان كده لازم يتظاهروا كأنهم متجوزين، ولكن في الحقيقة هما مستحيل، ولكن في الحقيقة هي مستحيل تقع في حبه
صديقه. في الوقت ده جرس الباب بيرن، فكانجي بيروح علشان يفتح، ولكن بيلاقي صديقه بيقول له يلا علشان نلعب ألعاب الفيديو. فبيقول له تمام انا طالع لك، ولكن قبل ما بيخرج ميا بتوقفه وبتكون متوترة جدا وبتطلب منه انه يقبلها، فبيتصدم وبيقول لها مستحيل. فبتعرفه ان هي مش هتسيبه يخرج الا ما يقبلها، وبتفضل تتحايل عليه. اما في الوقت ده صديقه بيفضل يرن الجرس وبيقول له اخرج، وعلى حين اخر ميا بتفضل تقول له قبلني. فكانجي بيكون متوتر جدا ومش عارف يعمل ايه، ومرة واحدة بيقرب من ميا وفعلا بيقبلها، فميا بتكون مصدومة. بعدها كانجي بيخرج مع صديقه، وصديقه بيسأله هو اتأخر جوه ليه، كان بيعمل ايه. فكانجي بيكون مكسوف ومش بيرد عليه. على الجانب الاخر بنشوف ميا بتكون محرجة جدا وبتقول هو قبلني مش ضيق قصدي، وبتكون في منتهى الاحراج. في الوقت ده التايمر يا صديقي بيرجع لنقطة الصفر. بعد كده كانجي بيكون نايم وبيشوف ميمي وهي بتقرب منه، فبيكون فرحان جدا وبيقرب علشان يقبلها، ولكن مرة واحدة بيسمع صوت ميا وهي بتضربه وبتصحيه وبتصحيه بأدوات الطبخ، وبتعرفه ان هو يقوم علشان يساعدها يا الا هتكسر عظمه. فكانجي بيخاف منها وبيجري بسرعة علشان يساعدها في الاكل. بعد كده بطلنا بيروح المكتبة، وهو اثناء بيدور على حاجة بيشوف ميمي وروكي وهم ماشيين مع بعض، ومرة واحدة ميمي بتقرب من روكي وبتحضنه، فروكي بيبتسم. في الوقت ده كانجي بيتصدم وبيوقع اللي في ايده، وبيكون في منتهى الحزن لانها طلعت بتحب اوسم واشهر شاب في المدرسة. في الوقت ده المعلمة بتيجي وبتسأل كانج هو بيعمل ايه، فبيعرفها ان هو كان بيدور على حاجة. فالمعلمة بتعرفه ان في نهاية اليوم الدراسي المفروض يجي هو وشريكه لمكتبة المعلمين علشان عايزين يتكلموا معاه في موضوع مهم. فكانجي بيزعل وبيقول لها تمام. بعد كده كانجي بيكون قاعد في الفصل حزين جدا وبيقول انا وقعت في فتاة هي مش شايفاني غير مجرد صديق، وانها بتحب شخص تاني، بجد انا منحوس. في الوقت ده كانجي بيتخيل ان روكي مع ميمي، وروكي بيسأل ميمي عن كانج، فميمي بتعرفه ان كانج مجرد صديق وانها بتحبه هو. فكانج بيكون مصدوم ومحبط جدا. وبعد كده في نهاية اليوم كانج بيكون قاعد مع صديقه. في الوقت ده ميا بتيجي وهي مستعجلة وبتعرفه ان هي رايحة الكاريوكي مع روكي والبقية، فهو يروح ومش لازم انه يستناها. فكانج بيعرفها ان المعلمة عايزاهم في المكتبة حالا، فبتقول له روح انت انا مش مهتمة، وبتسيبه وبتمشي. فكانج بيكون زعلان جدا ومتضايق. بعدها صديقه بيبدأ يديله نصايح لو عايز يوقع ميمي او ميا في حبه ويحصل على اكبر عدد ممكن من النقاط ويحتل المركز الاول، فهو لازم يكون رومانسي، لازم يكون جذاب، لازم يلفت كل انظار الفتيات ويوقعهم في حبه. وبيبدأ يديله نصايح يا صديقي توديه في داهية. بعد كده كانج بيكون قاعد مع المعلمة، والمعلمة بتوريله ترتيبه في نشاط التدريب على الزواج، وبيكون هو وميا في اخر الصف حرفيا بيكون رقم لا يذكر، وبتعرفه ان هو لازم يقرب من ميا ويوقعها في حبه علشان يقدر يتخرج من المدرسة، ولازم يكون جاهز انها تكون زوجته المستقبلية. فكانج بيكون حزين جدا، وبعدها بيقعد لحد ما المطر ينتهي، وبعدها بيمشي وبيقعد يفكر في ميا وبيتخيلها انها بتقرب من روكي وبتطلب منه انهم يفعلوها سويا، وبيكون حزين جدا. في الوقت ده ميمي بتيجي وبتلاحظ ان هو قاعد حزين، فبتقعد معاه وبتقرب منه وبتسأله هو زعلان ليه، فبيعرفها ان هو مش زعلان من اي حاجة. في الوقت ده ميمي بتقرب من كانج وبتحضنه، فكانج بيكون متوتر جدا ودرجة حرارة جسمه بترتفع، وبيقول لها في ايه، فبتعرفه ان كانت فاكرة ان الحشرة اللي على الزجاج ديت حقيقية وانها بتخاف من الحشرات وطلعت مجرد رسمة. وبتعرفه ان هي في الصبح شافت حشرة كبيرة جدا فخافت وحضنت روكي. فكانج بيطمن وبيفتكر اللقطة اللي هو شافها الصبح انها كانت خايفة مش كانت بتحاول تقرب من روكي، وبيتأكد ان هو فهم غلط. بعد كده ميمي بتطلب منه انه يفضل جنبها وما يتخلاش عنها لانها حاسة بالوحدة. فكانجي بيتوتر جدا وبيوعدها بذلك. في الوقت ده روكي بيجي وبينادى على ميمي، فميمي بتتوتر وبتعرفه ايه اللي جابه دلوقتي، مش هو هيتأخر. فبيعرفها ان هو جه علشان ياخدها لانها مش معاها مفتاح الشقة، وبياخدها وبيمشوا. في الوقت ديت ميا هي كمان بتيجي وبتدي المظلة لكانج وبتقول له مالك قاعد حزين، فبياخدها
فبيمشوا. واثناء وهم في الطريق ميا بتبدأ تديله نصايح ازاي يوقع ميمي في حبه، انه ما يفضلش حزين، لازم يكون شخص قوي، وبتبدأ تشجعه وبتعرفه ان هي مش هتسيبه. فكانج بيبص عليها بيلاقيها لطيفة جدا وبيقول انا لازم اتمالك نفسي لانها ظريفة وجميلة. وميا بتكمل كلامها وبتعرفه ان ميمي لطيفة وجميلة فاكيد هي بتحبه، لازم هو ياخد الخطوة الاولى. فكانج بيتشجع وبيشكرها. بعدها بيكملوا طريقهم للبيت، وبعد كده ميا بتحضر لكانج العشاء وبيجي ياكل ولكن بتوقفه وبتكتب له على الاكل انها بتحبه، فبيتوتر جدا. واول ما بيدوق الاكل بيلاقيه لذيذ جدا وبيقول لها احسنتي، ده احسن اكل انا اكلته في حياتي. بعدها كانج بيكون عايز ياكل ميا، فميا بتكون محرجة جدا وبتقول له مستحيل، انا ماليش في الرومانسية. فبيعرفها ان هما بيتظاهروا انهم متجوزين قدام الكاميرا علشان يحصلوا على نقط كتيرة، فبتتوتر ولكن فعلا بتقرب منه وبتاكل من ايده. بعدها الاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض بكل حب يا صديقي، كأنهم وقعوا في الحب خلاص وبيقربوا من بعض. ولكن مرة واحدة تليفون كانج بيرن فبيقطع اللحظة ديت. بعدها كانج بيدخل اوضته علشان يرد على صديقه وبيكون محرج جدا ومتوتر. وكمان ميا بنشوفها في الخارج بتكون هي كمان محرجة ومتوترة، وكل واحد بيفكر في التاني. وتاني يوم بالليل بيكون الجو بيمطر بغزارة وبطلنا بيكون نايم. مرة واحدة بيلاقي الباب بيخبط فبيفتح بيلاقيها ميمي بتكون مبتلة ومثيرة، فبيتفاجئ وبيقول لها ايه اللي جابك هنا. فبتعرفه ان هي خايفة وعايزة تفضل معاه الليلة. فبيتفاجئ ولكن مرة واحدة بيصحى على صوت خبط في الباب وبيكون ده اصلا حلم. وبعدها بيصحى بيفتح الباب بيلاقي ميا، اول ما بتشوفه بتجري في حضنه وبتعرفه ان الجو بره وحش وهي خايفة وعايزة تفضل معاه الليلة. فبيكون متفاجئ ولكن بيوافق. بعدها بنشوف ميا وكانج بيكونوا هما الاتنين بيتفرجوا على فيلم رعب، والفيلم بيكون رعب جدا. وبنشوف الفتاة دي وهي بتصرخ لان حبيبها اتحول لزومبي، وميا بتفضل تصوت. فكانج بيسألها مادام هي مش بتحب افلام الرعب ليه بتتفرج عليها. فميا بتعرفه ان هي عرفت من المعلمة انهم لما يشاركوا فيلم رعب مع بعض فهم اكيد هيحصلوا على نقاط اكتر. فكانجي بيتفاجئ وبيقفل التلفزيون، فبتتعصب وبتقول له انت مش عايزنا نحصل على نقط كتير. فبيعرفها ان هو عنده خطة تانية. ولكن مرة واحدة بتقول له بص كده، وبتعرفه ان هي جابت له لبس زي لبسها ويلبسوا مع بعض كأنهم متجوزين نفس الشكل بسعر خرافي. فبيتصدم كانج وبيعرفها ان هي عملت كده ليه. فبتعرفه علشان يتظاهروا كأنهم متجوزين ويحصلوا على اكبر عدد ممكن من النقاط ويرفعوا التصنيف بتاعهم. وبعدها ميا بتقول له يلا بدل ملابسك. فبيتصدم وبيقول لها دلوقتي. فبتقول له دلوقتي. فبيقول لها تمام. ولكن ميا بتقول له كمان لف وشك لان انا كمان هبدل ملابسي هنا. فبيتصدم وبيدور وشه بسرعه لانها بتكون هتبدل ملابسها خلاص. وبطلنا بيكون محرج جدا. في الوقت ده النور بيقطع فميا وكانج بيتصدموا، وكانج بينادى على ميا ولكن مره واحده ميا بتحضنه وبتكون خايفه جدا يا صديقي. فكانج بيكون مصدوم لان ميا مقربة منه جدا واشيائها لطيفة جدا. بعد كده كانج بيدور على التليفون، واول ما بيوصل له بينور الكشاف بيلاقي ميا قدامه بتكون محرجة جدا وبتغمض عينه وبتقول له ما تبصش عليا يا منحرف. بعد كده كانج بيحاول يفتح الغرفة ولكن بيكون فيها مشكلة في الكهرباء فمش بيعرف يفتحها ببصمة الاصبع. في الوقت ده ميا بتكون خايفة وبتعرفه ان هو يجي يقعد جنبها لانها حاسة بالخوف، وفعلا الاتنين بيقعدوا جنب بعض. بعدها كانج بيكون متوتر لان ميا قريبة منه جدا. في الوقت ده ميا بتعرفه ان هو ممكن يحكي لها قصة رومانسية او مثيرة. فكانج بيكون متوتر ومش عارف يحكي ايه، ولكن بيضطر انه يحكي لها. وبيحكي لها ان كان في بئر زمان كان الكل يخاف يقرب منه لان كان ساكن فيه شبح، اي حد يقرب منه بيتم القضاء عليه وموته فورا. فميا بتكون مرعوبة جدا وبتسد ودانها. فكانج بيقول لها لو انت خايفة انا ممكن اوقف القصة. فبتقول له اسكت يا غبي. وبعدها ميا بتمسك ايده وبتعرفه ان هما موجودين مع بعض حاليا وبتطلب منه انه يهتم بيها قليلا يا صديقي. فكانج بيتوتر جدا وبيكون على وشك انه يفقد صوابه. في الوقت ديت
ميا بتولع الشمعة دي وبتكون فرحانة جدا لانها اخدتها من صديقتها امبارح، وبتكون متحمسة جدا، والاتنين بيقعدوا جنب بعض، وميا بتكون فرحانة جدا لان الشمعة ريحتها حلوة جدا. بعدها ميا بتقرب من كانج وبتنادي عليه، فكانج بياخدها في حضنه وبيعرفها ان هي جميلة جدا. بعدها بتكون المشاعر بتاعت كانج هتتغلب عليه، وبيبص لميا بيلاقيها نامت فبيتصدم ولكن بيضطر ينام جنبها. وفي الصباح اول ما ميا بتصحى بتستغرب لانها قريبة جدا من كانج، وبتقول اكيد انا غبية. بعد كده بنشوف الطلاب وهم بيبصوا على ترتيبهم، وكانج وصديقه اول ما بيشوفوا ترتيبهم بيتصدم لان كانج وميا حرفيا بيقدروا يوصلوا المركز السابع يا صديقي. وكانج بيكون فرحان جدا، وصديقه بيقول له عملتها ازاي يا ابن اللعيبة، وبيكون هيعيط وبيفضل يشجعه، وبيقول له انت كمان شجعتني اني اقرب من الشريك بتاعي وارفع نقطي. في الوقت ده ميا بتيجي وبتقول لكانج بص كده على تصنيف ميمي وروكي، فبيبصوا على التصنيف وبيلاقيهم منهم في اخر التصنيف رقم 72، فبيتصدموا. بعد كده كانج بيقعد يفكر مع نفسه ان روكي وميمي مش متفقين مع بعض وانهم مش بيحبوا بعض، وعلشان كده ما قدروش يحصلوا على نقاط، وان كانج كان فاهم الموضوع غلط. وبيفكر طوال الوقت انه يتكلم مع ميمي، ولكن بيقول لنفسه انا ما عنديش الحق اني اطلب منها او اعرف السبب. وتاني يوم كانج بيكون مريض جدا. في الوقت ده ميا بتبعت له رسالة وبتعرفه ان هي هترجع البيت متأخر، فكانج بيتضايق وبيفتكر في الليلة الماضية ما ميا عرفته انها هتطلب من احد اصدقائها انه يهتم بيه لانها مش هتعرف تهتم بيه. في الوقت ده كانج بيقعد يفكر مع نفسه وبيقول اتمنى ان تكون ميمي معايا وهي اللي تهتم بيا، وبيتخيل انها بتاكله الشوربه بايديها وبتقرب منه. بعدها كانج بيفوق بيقول مستحيل، هي اصلا مش بتحبني. في الوقت ده جرس الباب بيرن فبيتوتر وبيروح يفتح، وبيكون بيتطوح يمين وشمال ومش قادر يتمالك نفسه، وبيقرب من الباب وبيفتحه وبيكون معتقد انها ميا، ولكن اول ما بيفتح بيلاقي ميمي في وشه فبيتصدم وبيسالها ايه اللي جابها هنا، فبتعرفه ان ميا طلبت منها انها تهتم بيه لانه مريض. بعد كده بنشوف ميا قاعدة مع واصدقائها بيكونوا فرحانين جدا بالحلويات اللي نزلت، ولكن ميا بتكون سرحانة وبتقعد تفكر في كانج هل هو دلوقتي بخير، وبيكون بالها مشغول. فاصدقائها بيسألوها هل هي بتحب الشريك بتاعها حاليا، فبتتصدم وبتفتكر اول قبلة بينهم وبتكون محرجة جدا ومش بترد عليهم، وبتسأل نفسها هل هي معجبة بكانج فعلا وليه هي بتفكر فيه باهتمام. بعد كده كانج بيشكر ميمي لانها جات علشان تعتني بيه، وانه ما كانش متوقع ابدا ان ميمي تيجي، فبتقوله على الرحب غير اللي احنا زمايل، انت صديق الطفولة ولازم اهتم بيك. وبتعرفه ان هي عملت له الاكلة المفضلة بتاعته اللي هو بيحب ياكلها، فبيفرح جدا وبيشكر ميا في سره وبيقول لولاك يا ميا ما كنتش هشوف ميمي بتهتم بيا كده. بعد كده ميمي بتفكره لما هي كانت تعبانة في الابتدائية وانه هو اللي جه واهتم بيها واعتني بيها، وبعدها بتقرب منه وبتحط له الكمامات على راسه، ولكن كانج بيفضل سرحان في ميمي وفي جمالها. بعدها ميمي بتقوم تلبس مريارة الطبخ وبتروح علشان تعمل له أكلة، فكانج بيكون مش مستوعب وبيفضل باصص عليها بكل حب. بعد كده كانج بيفتكر المرحلة الابتدائية لما قرر انه يعترف بحبه لميمي، وكان على وشك انه يقول لها، ولكن اتفاجئ لما ميمي طلبت منه انهم يفضلوا اصدقاء للابد طوال العمر، فبيتصدم وبيضطر يوافق علشان ما يزعلهاش لانه بيحبها. بعدها كانج بيفوق على صوت ميمي وهي مجهزة الطعام، فبيتفاجئ وبياخد الطعام وبياكله، واول ما بياكله بيقول لها لذيذ جدا، فبتفرح جدا وبتقول له شكرا، وبتعرفه ان هي فرحانة لانه قادر ياكل، لانه لو كان تعبان كانت هي هتاكله بايديها. فكانج بيتصدم وبيضرب نفسه 30 جزمة لانه ضيع الفرصة ديت من ايده. بعدها بيبدأ ياكل وهو بيعيط، فميمي بتسأله هو ليه بيعيط، فبيعرفها ان الاكل لذيذ جدا. وبعد ما كانج بياكل بيشكر ميمي لانها اعتنت بيه النهارده وقامت بالاعمال المنزلية، فبتعرفه ان هي صديقته ولازم تقف معاه في وقت تعبه. وبتعرفه ميمي انها مش بتحب تتعامل مع الولاد خالص، ولكن هو مميز جدا بالنسبة لها وعلشان كده هي بتحب تتعامل معاه. وبتعرفه ان هو محظوظ لان ميا
هي كمان بتهتم بيه وبتقوم علشان تمشي، ولكن كانج بيمسك ايديها وبيقول لها لحظة، وبيعرفها ان هو معجب بيها ومش عايز يكونوا مجرد اصدقاء، وبيطلب منها بعد التخرج انها تكون ليه. بعدها كانج بيكون مصدوم وبيستوعب اللي هو قاله، فبيتكسف جدا وبيستخبى تحت البطانية. في نهاية اليوم ميمي بتكون قاعدة جنب كانج، وكانج بيكون نايم وبتعرفه ان هو الشخص المميز اللي في حياتها، وكمان بتعترف له بحبها وبتقرب منه علشان تقبله. في الوقت ديت ميا واصدقائها بيسألوها هل هي بعد ما تتخرج هتكمل حياتها مع الشريك بتاعها ولا هتجري ورا روكي لحد ما توقعه في حبه. فميا مش بترد عليهم وبتقعد تفكر في كانج وشعورها اتجاهه، معجبة بكانج. تاني يوم بنشوف ميا وهي بتحضر الفطار وكانج بيبدأ ياكل. بعدها ميا بتسأله هي الشباب بتحب ايه في البنات يقدروا يعرفوا منها انهم هيبقوا زوجين سعيدين في المستقبل. فكانج بيستغرب وبيسألها للسؤال ده، فبتقوله فضول جاوب، فمش بيرد عليها وبياكل، ولكن ميا بتبعد عنه الاكل وبتقوله جاوب الاول. فبيبص على الاكل، ايوه يا صديقي بيبص على الاكل، وبيقول لها الاكل لو الشخص عنده فتاة جميلة مميزة رائعة بتعمل له أكل فهو أكيد هيعشقها ويقع في حبها وتقدر تسرق قلبه. فميا بتفرح جدا وبتقرب منه وبتقرصه من وشه وبتقول له شكرا يا عزيزي. بعد كده كانج وميا بيرجعوا من السوق بعد ما جابوا الطلبات اللي هم محتاجينها وكانج وميا بيبدأوا يعملوا الأكل في المطبخ سويا وبيقضوا وقت ممتع. وطبعا التايمر يا صديقي بيزيد وهو ده المطلوب. بعدها ميا بتجهز أطعمة كتيرة لكانج، فكانج بيستغرب وبيقول لها ليه كل الأكل ده؟ فبتعرفه ان هي ما تعرفش عنه هو بيحب اكل ايه، فعشان كده هي عملت اكبر ممكن من الانواع الطعام علشان تعرف ذوقه وتعمل له اللي هو بيحبه. فبيفرح جدا وبيبدأ ياكل. تاني يوم في المدرسة بطلنا بيكون فرحان جدا لان ميا عملت له بوكس للطعام، اما صديقه اللي قاعد جنبه يا عيني بيكون قاعد بياكل في قرصة الشريك بتاعه اداهاله، وصديقه بيقول له يا ابن المحظوظة من الواضح ان ميا بتهتم بيك. فبيفتكر في الصباح لما ميا عرضت عليه انه ياخد بعض المشروبات او السناكس عشان يسلي نفسه وكانت لطيفة جدا ورائعة. بعد كده كانج بيقول لصديقه هي بتهتم بيا علشان التايمر يرتفع لاكتر والاقل. في الوقت ده ميا بتيجي وبتقول له يعني ايه الاكل بتاعي مش حلو؟ فبيقول لها لا كويس. فبتقول له بس؟ فبيقول لها جميل. فبتقول له بس، وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض. فصديقه بيكون مش فاهم هو ايه اللي بيحصل وبيقول من الواضح اني هشاهد قصة حب من البداية. وتاني يوم كانج بيصحى من النوم بيلاقي ميا بتعمل له اكل، فبيفرح جدا باهتمامها وبيقول لها صباح الخير. فبتقول له صباح الخير يا عزيزي. في الوقت ده صوت معدة بطننا بتعمل صوت وده دليل انه جعان. فبتقول له افتح بقك وبتكون عايزة تأكله من الطعام من ايديها. فكانج بيتكسف ولكن بياكل من ايديها وبيقول لها لذيذ جدا. بعد كده كانج بيسأل نفسه وبيقول ميا لطيفة جدا، كمان هي بتهتم بيا، اتمنى انها تكون زوجتي الحقيقية اللي انا هعيش معاها للابد، ما تكونش مجرد مزيفة. بعد كده ميا بتحضر صندوق الاكل اللي كانج هياخده معاه للمدرسة، فبيكون فرحان جدا وبيجهز نفسه علشان يروح، ولكن ميا بتوقفه وبتعرفه ان هما متجوزين فالمفروض تهتم بيه وبتطلب منه انه يحضنها قبل ما يذهب. فكانج بيتوتر جدا وبيقول لها هو انت محتاجة اهتمام؟ فبتعرفه ان هي محتاجة اهتمام منه. فكانج بيتوتر زيادة وبيقرب من ميا، ولكن مرة واحدة الباب يا صديقي بيخبط. فكانج بيروح يفتح وبيستغرب لما بيلاقي ميمي جت في الوقت ده، وميمي بتعتذر منهم لانها جت في وقت غير مناسب وبتقدم لكانج الحلويات المفضلة عنده لانها عارفة عنه كل شيء وكل حاجة كانج بيحبها ميمي عارفاها، وبتكون قاصدة تقول كده قدام ميا وبتكون عايزة تقرب من كانج. فميا بتاخد بالها وبتزعل. بعد كده ميا بتاخد بالها من صندوق الاكل اللي ميا عاملاه لكانج فبتتضايق لانها بتهتم بحبيبها. بعدها بتسيبها وبتمشي وبنشوف ميمي وهي ماشية وبتقول من الواضح ان الفتاة ديت هتسرق حبيبي مني، ولكن مستحيل، كانج ليا انا وبس. بعد كده كانج بيخلص اكل بيبص على ميا بيلاقيها بصة الحلويات
بتاعت ميا وبتكون حزينة. فكانجي بيسألها مالها، فبتقول له من الواضح ان ميمي عارفة عنك كل شيء. فبيقول لها اكيد هي صديقة الطفولة والحب الاول. فبتتضايق اكتر وبتقول من الواضح ان انا فاشلة مش عارفة اعمل ليك اي شيء مفيد. فكانجي بيتصدم وبيقول لها لا اكيد، على فكرة انت كلك مميزات ورائعة، انت فتاة مميزة وجميلة. وبيفضل يوصف في جمالها. فميا بتكون ساكتة وحزينة. فكانجي بيعرفها ان اي شخص يتمنى انها تكون حبيبته او زوجته، لانها كل مواصفات الزوجة المثالية فيها هي رائعة ومثيرة وجميلة. وبعدها كانجي بيستوعب اللي هو قاله وبيتصدم لانه المفروض ما كانش يقول كده، وبيقول لها انا اسف. وبيتخيل انهم بيقضوا وقت ممتع، ولكن ميا بتتعصب وبتقول له انت كذاب، وبتقرب منه وبتقول له هو انت فكرت اننا نفعلها يوم من الايام؟ فكانجي بيتوتر وبيقول لها قصدك ايه؟ فبتقرب منه اكتر. فكانجي بيتوتر ونبضات قلبه بتبدا تتزايد، ولكن ميا بتقول له ما دام انت دي امنيتك فانا هحققها ليك. وبتبدا تشلح يا صديقي وتقرب من كانج. فكانج بيكون مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي لانه ممكن يضعف، ولكن بيفتكر ميا وانها لطيفة وجميلة وانه كده هيفهم بالسوء. فبيقوم وبيوقفها وبيقول لها انا اسف ما اقدرش اعمل كده، انت لازم تعملي كده مع الشخص اللي انت بتحبيه، انا اسف. فميا بتتضايق اكتر وبتقول له من الواضح انك لسه بتحب ميمي. فبيحاول يشرح لها ولكن هي بتتعصب وبتبعد عنه وبتقول له خلاص خلينا ننهي تمثيلية الزوجين المثاليين. ومن بعدها يا صديقي ابطالنا بيبداوا يتجاهلوا بعض ولا كانهم يعرفوا بعض اساسا، ومش بيتقابلوا حتى في البيت، وكل واحد بيتجاهل التاني. فكانجي بيكون متضايق وبيحاول يكلمها ولكن مش بتديله اي فرصة. وطبعا التايمر بيقل بالسوق يا صديقي لحد في يوم عرض نتيجة الشهر، وروكي وميمي بيكونوا فرحانين جدا لان مرتبتهم ارتفعت وبقوا في المرتبة ال15. ولكن ميمي بتكون متضايقة لما بتلاقي كانج وميا رجعوا للمرتبة 72، وده اكيد فيه مشكلة بينهم. في الوقت ده كانج بيكون مش مهتم، فصديقه بيجي وبيسأله على اللي حصل بينه وبين ميا لان التايمر بتاعه قل جدا. فكانج مش بيرد عليه وبيمشي، ولكن بيلاقي في وشه ميمي وبتطلب منه انهم يتكلموا سويا. فبيشوف انها لطيفة جدا ومش بيقدر يرفض ولا يقاوم جمالها وبيوافق. بعدها بيطلعوا سطوح المدرسة وميمي بتكون فرحانة جدا لان الجو حلو. وبعدها بتسأل كانج ايه المشكلة اللي حاصلة بينه وبين ميا، فمش بيحكي لها على اللي حصل وبيعرفها ان هما مش متفاهمين مع بعض. فبتعرفه ان هو لازم يتفاهم معاها علشان يقدر يتخرج من المدرسة، وهذا مجرد اختبار والمفروض يتعامل معاها. وبتعرفه ان لو كل الاشخاص اتخلوا عنه فهي مستحيل تتخلى عنه وهتفضل جنبه صديقة الطفولة. فبيفرح جدا من كلامها. وغير كده اصلا كانج بيكون مشتاق لميا يا صديقي. بعدها بيرجع البيت وبيقرر انه يصالح ميا وبيخبط على اوضتها. فبتفتح له وبترجع تقعد على السرير وبتلعب بالموبايل ومش مهتمية. فبيعتذر منها لانه رفضها وانه المفروض ما كانش يرفضها بالطريقة ديت. فبتتكسف وبتغطي وشها بالملاية وبتعرفه ان هو مفروض ما كانش يتعامل معاها كده ويرفضها بالطريقة ديت لانها برضو فتاة وانها مفروض ما تترفضش. فبيعتذر منها وبيعرفها انه هو مستحيل يتخلى عنها لان هي مميزة جدا بالنسبة له. فبتتكسف اكتر وبتزعقله وبتقول له اسكت، ولكن هو بيقرب منها وبيعرفها ان هو عايز المساحة بينهم تقرب مش تبعد. هو حاسس بشعور مختلف معاها، عايز يفضل معاها ويتعرف عليها اكتر، ما يعرفش ليه هو منجذب ليها وايه السبب، بس هو عايز يفضل معاها وبيطلب منها انها تعامله كأنهم زوجين زي الاول. فميا اول ما بتسمع الكلام ده بتتأثر جدا وبتتكسف وبتعرفه ان هي كمان منجذبة ليه وعايزة تهتم بيه وعايزة تتعرف عليه اكتر. فكانج بيتوتر وبيقرب منها علشان يقبلها، ولكن مرة واحدة بيلاقي ايده في وشه. فميا بتضحك عليه وبتعرفه ان هي كانت بتمثل علشان تقدر ترجع التايمر في الارتفاع من تاني، وبتقعد تضحك عليه. فكانج بيتصدم وميا بتقول له اهلا بيك يا زوجي العزيز. فبيتعصب منها ولكن بيقول لها تمام. بعد كده ميا بتكون قاعدة لوحدها وبتكون قاعدة بتفكر في كلامها وبتقول فعلا انا مهتمية بكانج، حاسة اني وقعت في حبه حقيقي. وتاني يوم في المدرسة بنشوف ميا واصدقائها وهم في حصة الرياضة، واصدقائها بيبداوا يتكلموا على الشريك بتاعهم وقد ايه هو لطيف وبيهتموا بيهم، والفتاة ام شعر
شعر احمر دي بتكون وقعت في حب شريكها وعايزة تكمل معاه بقية حياتها، فالفتيات بيقعدوا يضحكوا عليها ويغزوها. بعدها بنشوف روكي وهو قاعد بيتألق كصديقي وبيسجل اهداف في كرة السلة، فكانجي بيتضايق وبيبص على ميا بيلاقيها بص على روكي وعينيها بتلمع، بيبص على ميمي بيلاقيها هي كمان بص على روكي وعينيها بتلمع، فبيتضايق وبيزعل. بعد كده بنرجع للفتيات وهم قاعدين بيعرفوا ميا ان في اشاعات بتقول ان ميمي لما توصل للمرتبة الايه هتغير الشريك بتاعها وتختار شريك تاني. فميا بتتفاجئ لانها ما كانتش عارفة ان ينفع لما الطلاب يوصلوا للمرتبة ايه يقدروا يغيروا شريكهم، وبتقول في سرها هل هي بتحب كانج. بعدها اصدقائها بيسألوا ميا هل هي كمان هتغير الشريك بتاعها، فبتعرفهم انها مش هتغير الشريك بتاعها اللي هو كانج لانه شخص لطيف جدا وبيتعامل معاها بلطف. فاصدقائها بيتريقوا عليها وبيقولوا لها وانتي وقعتي في حبك وقررتي بعد الاختبار تكملي حياتك مع كانج. فميا بتتعصب وبتقول لهم اسكتوا يا اوغاد. بعدها كانج بيكون حزين جدا لان الشخص اللي هو بيهتم بيه بيهتم بشخص اخر، وبيتخيل ان روكي بطل قومي بيقضي على الشر والشياطين، اما هو جبان بيستخبي. في النهاية ميا وميمي هيروحوا الروكي اما هو هيفضل وحيد بائس. وبعد ما الحصة بتخلص كانج بيكون ماشي وهو حزين، فميمي بتيجي وبتسأله عن سبب حزنه فمش بيرضى يقول لها، فبتعرفه ان هو لازم يهتم بميا علشان يقدر يرفع التايمر ويتخرج، فبيقول لها تمام. بعد كده كانج بيكون متضايق وبيسأل ميمي هل هي هتفضل جنبه، فميمي بتتفاجئ. في الوقت ده بنروح لميا وهي قاعدة بترتب الأغراض في المخزن وبتكون متعصبة جدا. في الوقت ده روكي بيجي وبيدخل المخزن، فميا أول ما بتشوفه بتتوتر جدا وبتخبط في الخزانة وبيكون في صندوق ضخم هيقع على ميا، ولكن روكي بيجري وبينقذها وبيبعدها عن الصندوق وبيقرب منها. فميا بتبص على روكي وبتتأثر جدا وبتبص عليه بكل حب، وبعدها بيسألها هل هي بخير، فبتعرفه ان هي تمام وبيكون قلبها قاعد بينبض بسرعة يا صديقي لان روكي كان قريب منها. وميا بتقول في نفسها مع اني كانج موجود في حياتي وبحس بحبه، ولكن لما بشوف روكي قلبي بينبض بسرعة وكأني لسه بحبه. وبتتشجع وبتسأل روكي هل هو هيفضل مع ميمي للأبد، فبيقول لها من الممكن، هي شخصية لطيفة جدا. فميا بتزعل جدا لان الشخص اللي هي حبته مش بيحبها اصلا وممكن يكون بيحب فتاة تانية، وبتبدأ تعيط. فروكي بياخد باله وبيقرب منها وبيسألها مالها، فبتعرفه ان في شوية تراب دخلوا في عينيها، فبيقرب منها وبيمسك وشها وبيقول لها ركزي معايا. فميا بتتفاجئ. في الوقت ده يا صديقي صديق كانج بيكون بيدور على شيء وبيروح المخزن، فبيتصدم لما بيلاقي روكي بيقبل ميا. وبنرجع لكانج وميمي بتعرفه انها من الممكن لما توصل للمرتبة ايه فهي ممكن تغير شريكها وساعتها هتختاره هو. فكانج بيفرح جدا وبيكون هيعترف لها بحبه، ولكن في الوقت ده صديقه بيجي وبيفضل يزعق ويجري حواليه وبيقول له انا عايزك في موضوع مهم. فكانج بيتضايق وبيمسكه وبيقول له انا مش مهتم امشي. فصديقه بيخاف منه وبيحاول يعرفه ان ميا وروكي. في الوقت ده ميا وروكي بيجوا، فصديقه بيترعب ومش بيقول اي حاجة. في الوقت ده كانج بيبص على ميا بيلاقيها محرجة، فبيشك ان في حاجة حصلت بينهم. وبعدها روكي بياخد ميمي وبيمشوا، فكانج بيكون هيتكلم مع ميا ولكن ميا بتسيبه وهي كمان بتمشي، فبيتضايق وبيحس ان في حاجة حصلت بين روكي وميا. تاني يوم يا صديقي كانج بيكون قاعد بيفكر في ميا وليه كان باين عليها الإحراج وبيكون متضايق جدا. في الوقت ده صديقه بيفضل يلف حواليه وبيكون عايز يعرفه على حاجة، فبيقول له انجز قول. فصديقه بيحكي له على كل حاجة وانه شاف ميا وروكي وهما بيقبلوا بعض في الخزانة، فبيتصدم وبيتضايق، ولكن بيبين لصديقه ان هو مش مهتم اصلا ولا فارقة معاه وبيقول له وانا مالي، ولكن في الحقيقة بيكون مصدوم وقلبه اتكسر. بعدها كانج بيرجع للبيت بيلاقي ميا قاعدة على الكنبة ومتضايقة، فبيقرب منها وبيقول لها مالك، هو انا لو كنت روكي كنت هتهتم بيا اكتر. فبتتفاجئ وبتقول له انت ليه بتجيب سيرة روكي دلوقتي؟ فبيتوتر وبيقول لها مفيش حاجة. فبتقول له قول. فبيحكي لها على اللي صديقه شافه وانها قبلت روكي في المخزن وبيكون في منتهى الحزن. فميا بتتفاجئ وبعدها بتقعد تضحك عليه وبتسأله هل هو غيران عليها وبتقعد تضحك. فكانج بيكون محرج وبعدها بتعرفه
مية ان روكي كان بيشلها بعض الغبار اللي كانوا على عينيها، يعني ما قبلهاش. فكانج بيكون متفاجئ جدا وبيفرح وبيقول لها تمام. بعدها مية بتبدأ تعيط وبتعرف ان روكي رفضها وانه بيحب فتاة تانية. فكانج بيقرب منها وبيقول لها مالك، فبتبعده وبتقول له ارجوك ما تبصش عليا وانا محرجة. ولكن كانج بيقرب منها وبيحضنها وبيطمنها. فمية بتتفاجئ وكانج بيعرفها ان هو هيفضل جنبها للابد، فبتفضل تعيط في حضنه. وبعد كده بالليل كانج بيكون قاعد بيفكر في مية، فمية بتيجي وبتكون واخدة دش وبأحسن حال. وكانج اول ما بيشوفها بيلاقيها مثيرة ورائعة جدا. بعدها بتجيب ايس كريم من التلاجة وبتقعد جنب بطنة وبتقرب من كانج. فكانج بيتكسف وبيقول لها مية، وبيقول مية النهاردة لطيفة جدا، ألطف فتاة أنا شفتها في حياتي، إنها مثيرة. وبعدها مية بتسأله مش إحنا متزوجون؟ فبيقول لها أكيد. فبتقرب منه أكتر، فكانج بيتكسف ونبضات قلبه بتبدأ ترتفع. فمية بتفرح جدا. وبعدها كانج بيسألها هل هي قبلت شخص من قبل؟ فمية بتتكسف وبتعرفه إن أول قبلة كانت بالنسبة لها كانت معاه هو وبس، لأنها حابة تكون معاه. فكانج بيفرح جدا وبيتكسف. فمية بتكتشف اللي قالته وبتحاول تهزر وبتقول انا كنت بهزر معاك، ولكن كانج بيكون قافشها. وتاني يوم كانج كزوج اصيل يا صديقي بياخد اكياس الزبالة وهو نازل، ولكن مية بتوقفه وبتعدله الكرافتة. فبيتأثر وبيفرح لان مية بتهتم بيه، ولكن بيسرح في اشيائها المميزة. فمية بتاخد بالها وبتقرص عليه وبتقول له ما تبصش عليا يا منحرف. بعدها بتقرب منه وبتحضنه وبتقول له خلي بالك يا عزيزي. فبيتكسف وبيقرب منها علشان هو كمان، ولكن مية بتبعده وبتقول له خلاص. فبيتصدم. بعد كده روح لكانج وميمي وهما بيكونوا في المكتبة وبيرتبوا المكتبة، وكانج بياخد نفسه. فميمي بتشكره لانه ساعدها كتير وفضل جنبها. بعدها الاتنين بيبدأوا ينضفوا الفصل وهما قاعدين بيفتكروا ذكريات الابتدائية لما كانوا بيعملوا نفس الشيء مع بعض. في الوقت ده تكون متضايقة جدا لانها بعتت رسالة لكانج وهو لسه مردش عليها. وبتكون ماشية في المدرسة ومرة واحدة بتشوف مية وكانج وهما مقربين من بعض وبيستمتعوا بوقتهم. فبتتضايق وبتحس بالغيرة وبتقرر انها تمشي. ومرة واحدة فرشة كانج وفرشة ميمي بيخبطوا في بعض، فالاتنين بيبصوا لبعض. بعدها ميمي بتطلب من كانج انه يغمض عينه، فكانج بيتكسف وبيفرح جدا وبيغمض عينه وبيقرب من ميمي علشان يقبلها. ولكن ميمي بتمسح التراب اللي على راسه وبتقوله كان هنا في تراب. فكانج يعني بيتصدم وبيقول لماذا. بعدها بنشوف ميمي وهي بتنفض الفرشاة وبتكون هي محرجة وبتقول انا فشلت اني اقرب من كانج. بعد كده بالليل بنروح لكانج وهو قاعد بيفكر وبيقول هل ميمي عايزاني اكون حبيبها مش مجرد صديق الطفولة؟ وبيفتكر ذكرياتهم معا. في الوقت ده مية بتيجي وبتكون معاها مشروب ساخن وبتعرفه ان هي مش جايلها نوم، فهتقعد تتكلم معاه شوية. وفعلا الاتنين بيقعدوا يتكلموا سويا. وبعدها مية بتسأله هل الامور بينه وبين ميكي جيدة نوعا ما؟ فبيتكسف وبيقول لها من الممكن. فمية بتتضايق اكتر وبتتعصب وبتقوله انت كداب. فبيقول لها لا اكيد انا مش كداب، وبيعرفها ان الاسقاط النجمي هيحصل بعد ثواني. وفعلا بعدها الاتنين بيقعدوا يتفرجوا على النجوم اللي بتظهر بالملايين في لحظات. بعدها مية بتكون محرجة وبتطلب من كانج انه يناديها باسمها الاول. فكانج بيتصدم وبيكب المشروب لان ده معناه انهم هيبقوا زوجين حقيقيين. وبيتوتر وبيقول لها ليه هو انت محرج يا فتى؟ فبيتضايق وبيقول لها لا. فبتعرفه ان معنى اسمها الاول هو النجمة البيضاء، وعشان كده عايزة تسمعه منه يناديها باسمها الاول. وغير كده علشان يكسروا الحجوز اللي بينهم ويقربوا من بعض ويبقوا زوج وزوجة ويتعرفوا على بعض اكتر ويهتموا ببعض. وبتطلب منه انه يناديها باسمها الاول. فبيكون متوتر ولكن بيناديها باسمها الاول. فكانج بيكون مكسوف وبيقول لها اسمك رائع. وبعدها بيقول لها انسي الامر، ولكن مية بتمسكه وبتطلب منه انه يناديها مرة تانية وبتكون محرجة جدا. فكانجي بيتفاجئ
وبتقول له احنا متجوزين لازم تناديني باسمي الاول. فبيقول لها تمام وبيناديها باسمها. فبتكون محرجة جدا. فمية بتعرفه ان هي حاسة انك انت بقيت اهم شخص في حياتي. فكانج بيعرفها ان هو كمان من الممكن انه يكون واقع في حبها. فالاتنين بيتصدموا لانهم اعترفوا بالحب بطريقة غير مباشرة. بعدها مية بتتكسف وبتجري على اوضتها وبتقول له انسى الامر تصبح على خير. بعدها بنشوف مية وهي في اوضتها بتكون محرجة جدا وقاعدة بتفكر في كانج وقلبها بينبض بسرعة. في الوقت ده كانج بيكون هو كمان قاعد بيفكر في مية وقلبه بينبض بسرعة. تاني يوم في المدرسة المعلمة بتعرفهم ان بسبب اختبار والتدريب على الزواج فدرجاتهم في باقي المواد نزلت جدا. فعشان كده هيعملوا اختبار الايام الجاية. فالمفروض يستعدوا ويذاكروا لان الاختبار ده هيكون صعب على الطلاب واللي هيقدروا ينجحوا فيه فالدرجات هتتضاف لدرجات اختبار التدرب على الزواج. فكانجي بيتصدم وبيقول من الواضح ان مية افشل طالبة في المدرسة ودرجاتها زي الزفت. ازاي هقدر اخليها تنجح في الاختبار ده لان المعلمة قالت ان الاختبار ده درجاته هتتضاف للتايمر والتدريب على الزواج. وبيقول في الحالة ديت روكي وميمي هيتفوقوا علينا بدرجات عالية مستحيل يحصل كده. وبيتخيل ان مية هتعاقبه عقاب شديد جدا عشان سقطوا في الاختبار. بعدها كانج بيسمع اصدقاء مية وهم بيقولوا لها انهم هيروحوا النهارده الكاريوكي ويستمتعوا بوقتهم. فمية بتعرفهم ان هي كمان هتيجي معاهم. فكانج بيتصدم. في نهاية اليوم مية بتكون مع كانج وبتعرفه ان هي هتخرج النهارده في الكاريوكي وهترجع متأخر. فكانج بيتضايق وبيقول لها مش لازم تروحي النهارده. فبتعرفه ان هي هتقابل اصدقاء الطفولة الشباب ولازم تتعرف عليهم. فبيقول لها لا. فبتقول له هو انت بتغيري عليا بطة. فبيقول لها مش كده بس علينا اختبار ولازم انت تذاكري علشان تنجحي. فبتقول له بعدين انا لازم اروح. فبيقول لها بس انا لو طلبت منك انك ترجعي معايا للبيت هترضي؟ فمية بتتوتر جدا وبتقول له اكيد يا غبي هم اصدقائي ممكن اعتذر وارجع معاك البيت. فكانج بيفرح وبيمشي. بعدها مية بتكون قلبها بينبض وهي بص على كانج بكل حب. وفي البيت مية بتكون قاعدة بتزعق لان كانج مديها شوية مسائل صعبة جدا وهي مش عارفة تحلها. فكانج بيقول لها لو فضلت كده انت مش هتحلي وهنسقط في الاختبار. وبعدها بيشجعها انها تحل الاسئلة وانه هيفضل جنبها. فبتتعصب وبتقول انت عايزني انجح في الاختبار ده علشان تكون مع ميمي صح؟ فبيعرفها ان هي غلطانة وانها تذاكر. فبتقعد تلعب بالقلم بالسنون ومش بتعرف تحل اي اسئلة. بعدها بيتصدم لما بيلاقي مية بتقرب منه وبتعرض عليه انهم يعملوا شيء مميز جدا احسن من الدراسة بكتير. وبتبدأ يا صديقة مية تقرب من كانج. فكانج بيتصدم وبيكون متوتر جدا وبيتكسف لان مية يا صديقي حرفيا صاروخ ما يترفتش. وبيكون سرحان في جمالها وبيكون خلاص ولكن بيوقف نفسه وبيقول لها انت لازم تذاكري علشان تنجحي. فبتتضايق وبتقول له تمام. بعدها كانج بيبص على الورقة بيتفاجئ انها حلت كل الاسئلة صح وبيقول لها. فمية هي كمان بتفرح وبتكون مش مصدقة انها حلت كل الاسئلة بطريقة صحيحة وبتقول له اكيد ده انا ممتازة يا ابني انا عبقرية. وبالليل مية بتكون فرحانة جدا لانها اخيرا خلصت مذاكرة وكانجي بيشجعها لانها ممتازة جدا. فبتقول له عيب عليك ده انا عبقرية. بعدها بتشكره على الكلام الجميل ده وانه فضل جنبها وبتقرب منه وبتقول له هو انت قلبك بيدق بسرعة؟ فبيتكسف وبيقول لها لا اكيد. فبتقرب منه وبتبدأ تلمسه يا صديقي. فالواد يا عين قلبه بيكون هينط من مكانه وبتقول له هو انت وقعت في حب صح؟ فبيحاول يبعد عنها ولكن مية بتتضايق وبتقول انت شخص عنيد. فبيقول لها مستحيل تفوز عليا. فبتقرب منه وبتقعد في حضنه وبتقول له هو انت كده قلبك بينبض بسرعة. فكانجا حرفيا بيكون متسحر في جمالها وبيعرفها ان هي مش هتفوز عليه وانه قلبه مش بينبض ليها. فبتتضايق وبتقرب اكتر وبتترفع في المستوى وبتقول له قلبك بينبض كده. فبطنه حرفيا بيكون قلبه هيتفرتك 100 حته ولكن بيتماسك. فمية بتحضنه وبتقول له انت اغلى شيء في حياتي انتبه واستمع لي يا روحي. وبتطلب منه انهم يفعلوا البونجا بونجا سوا. فكانجي بيتصدم وبيحاول يبعدها وبيوقعها على الكنبه وبيقول لها وبعدين معاكي. فبتضحك وبتقول له انا سامعه نبضات
نبضات قلبك اهو. بعدها ميا بتتكسف لان كانج قريب منها جدا وبتطلب منه انه يبعد عنها، ولكن لا، ده بيبدأ يلمس وشها بلمسات خفيفة فبتتكسف. ولكن بطلنا مرة واحدة بيتعب وبينزف من مناخيره، وبعدها ميا بتقعد تضحك عليه لانه الشخص جبان جدا. فبيقول لها اسكتي، فبتقول له هو احنا لو وصلنا للمرتبة الايه هل من الممكن انك تغيرني يا كانج وتختار ميمي؟ فبيعرفها ان هي شخص مميز جدا بالنسبة له، وان وجودها معاه هيخليه يحصل على نقط كتير، وانها انجح شريك ليه تكون معاه فمستحيل يغيرها. فبتفرح جدا من كلامه وبتكون دايبة في يا صديقي. وتاني يوم بنشوف كانج وهو قاعد بيفكر في ميا وباله مشغول بيها، وبيحاول يناديها باسمها الاول لما بتقرب منه، ولكن بيكون ما عندهوش الجرأة. بعدها ميا بتحضر الفطار، وبعد كده كانج بيكون قاعد بيبحث في مواقع البحث ازاي ينادي حبيبته باسم الاول. فصديقه بيجي وبيقول له من الواضح انك وقعت في حب ميا يا صديقي، هو انت مش واخد بالك؟ فبيقول له انت غلطان في الموضوع، وبيتهرب منه وبيسيبه وبيمشي. ولكن صديقه بيفضل وراه وبيحكي له على الشريك بتاعه ان هو بيحاول يستفزه ويقرب منه في الوقت اللي هو عايزه، اما هو مجرد تابع ليه، وانها هي مش بتهتم بيه، وان شريكه مش بيقرب منه غير بهدف انه يحصل على النقاط. في الوقت ده ميا بتبعت رسالة لكانج وبتعرفه ان هي مستنياه في البيت فما يتأخرش. فبيقول لها تمام. واثناء وهم ماشيين بيسمعوا خناقة ميمي وصديقتها، وميمي بتقول لها انا ما اعرفش ايه اللي حصل بس انا وقعت في حبك. في الوقت ده كانج وصديقه بيكونوا سامعين اللي بيحصل ومصدومين ومش فاهمين الوضع، هو ايه اللي بيحصل؟ بعد كده صديقتها بتحضنها وبتعرفها ان هي هتفضل صديقتها الى الابد ومش هتتخلى عنها. في الوقت ده صديق كانج بيقول من الواضح ان الموضوع خرج عن السيطرة. بعد كده كانج بيكون قاعد تحت الجسر وبيكون قاعد بيفكر في كلام ميمي وبيكون مش فاهم هي ايه اللي بيحصل لها. بعدها بيفوق وبيتذكر ميا ووعده ليها انه هيفضل جنبها وانه يهتم بيها ويناديها باسمها الاول. بعدها كانج بيكون في البيت بيغير هدومه. مرة واحدة ميا بتدخل عليه فبيتكسف وبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له بص على التنصيف، احنا بقينا المرتبة الثامنة، احنا تقدمنا كتير يا كانج. فكانج بيقول لها بجد؟ فبتقول له اه، وبتحضنه وبتقول له انا مش مصدقه يا كانج، انا فرحانة لانك موجود في حياتي. فكانج بيقول لها اه وبيكون محروق جدا وبيقول ده خبر جميل جدا. وبعدها بنشوف ميا وهي بتنشف شعر كانج بعد ما خد دش وبتكون فرحانة جدا وبتقول له احنا بنتقدم، احنا بقينا في المركز الثامن. ولكن كانج بيكون مش مركز معاها وقاعد بيفكر وبيفتكر كلام ميا امبارحة لما قالت له انه يناديها باسمها الاول. فبيقول لها ميا وبيناديها باسمها الاول، فميا بتتكسف فبيفضل كانج يناديها باسمها الاول، فميا بتناديه هو كمان باسمها الاول، والاتنين بيبدأوا ينادوا بعضهم باسمهم الاول وهم محرجين جدا. فميا بتقول له خلاص ارجوك وبتشغل مجفف الشعر عليه. وبعد كده ميا بتقرب من كانج وبتمسك ايده وبتقول له احنا فعلا متزوجون، انا بحب وجودك معايا. فبيتكسف وبيقول شكلي وقعت في هذه الفتاة الرائعة. وكمان يا صديق التايمر بيزيد وبيرتفع. بعد كده بنشوف ميمي وصديقتها بتتخانق معاها لان النتيجة طلعت وهي لسه في المرتبة 49 وبتتقدم ببطء. فبتعرفها ان هي مش مهتمية بروكي وان روكي بالنسبة لها زي اخوها مش حاسة بمشاعر اتجاهه. فبتعرفها ان هي لازم تقرب منه وتحصل على نقاط اكتر علشان ترتفع في المرتبة. فبتعرفها ان هي مش بتحبه وانها متعلقة بشخص تاني وانها نفسها تكون مع الشخص اللي هي بتحبه. فصديقتها بتبدأ تديها النصايح وانها تقرب من الشخص اللي هي بتحبه وتقبله. فميمي اول ما بتسمع الكلام ده بتتفاجئ وبتتكسف جدا. في الوقت ده احد الشباب بيلعبوا كورة والكرة بتطير وبتخبط في راس ميمي وبيغمى عليها وبيودوها مكتبة الممرضين. وكانجا اول ما بيعرف بيجري على المكتبة، فصديقتها بتوقفه وبتعرفها ان هي بخير، عندها شوية صداع وانه يدخل يطمن عليها وبتديله بعض الحلويات اللي يديها لها، وفعلا بيروح لها. في الوقت ده ميمي بتكون قاعدة فصديقتها بتبعت لها رسالة وبتعرفها ان كانجا هيجيلها علشان يطمن عليها. فبتفرح جدا وبتعدل شعرها وبتحط الميك اب، وكانج فعلا بيجي فبتتفاجئ وبتبص له بكل حب.
وكانج بيكون متوتر وبيسألها عن صحتها، فبتعرفه ان هي تمام. وكانج بياخد باله انها في حد جايب لها نفس الحلويات اللي هو كان جايب لها، وبيسألها مين، فميمي بتعرفه ان ده ياتروكي، فبيزعل لانه دايما بيوصل الرقم 2. وبعد كده ميمي بتقوله انا عارفاك من فترة طويلة، فممكن اطلب منك طلب ما تتعصبش عليا بسببه. فبيستغرب وبيقول لها اطلبي. فميمي بتعرفه ان هي عايزة تتدرب معاه على التدريب الزواج ويعني القبلة. فكانجي بيتصدم وبيكون مكسوف جدا، فميمي بتتكسف وبتقوله مش قصدي، انت ممكن ترفض. فكانجي بيقول لها ليه وهو محرج، فبتعرفه ان هو شخص مميز جدا بالنسبة لها وهو المناسب، وبتعتذر منه لانها فرضت عليه شيء هو مش عايزه. ولكن كانجي بيكون محرج وبيقول لها ما عنديش اي مانع. بعدها ميمي بتقرب من كانج، فكانج بيقرب منها والاتنين بيقربوا من بعض يا صديقي، وكانج بيكون هيعلمها الطريقة. ولكن مرة واحدة بيسمعوا صوت في الخارج، فبيجروا يستخبوا. وبعدها صديقة ميا بتيجي وبتدخل وبتدور في العيادة، ولكن بتتصدم لما بتلاقي فتاة وشاب مع بعض، فبتعتذر منهم وبتمشي. وبعدها بنشوف كانج وميمي وبنشوفهم مقربين من بعض، وكانج بيكون علمها الدرس. وبعدها كانج بيفوق وبيكون محرج جدا وبيعتذر منها، فميمي بتقوله عادي ولا يهمك، فكانج بيخرج على الفور. بعدها بنشوف ميا وهي متضايقة جدا لانها بعتت رسائل كتيرة لكانج وانه مردش عليها. في الوقت ده صديقتها بتيجي وبتعرف ان هي شافت في مكتب العيادة فتاة وشاب كانوا مع بعض بيقضوا وقت ممتع، فميا بتستغرب. في الوقت ده كانج بيبعت لها رسالة وبيعرفها ان هو جاي وانه كان في مكتبة العيادة بيطمن على ميمي. فميا اول ما بتسمع الكلام ده بتتضايق جدا وبتتصدم. وبالليل في البيت بنشوف بطلنا قاعد لوحده، وكانج بيكون حزين جدا وبيجيب الشوكولاتة اللي ميا جابتها وبيقعد ياكلها وهو حزين. اما ميا بتكون قاعدة في الكافيه لوحدها حزينة وبتفتكر لما كانج قال لها ان هو كان في العيادة وكلام صديقتها، فبتكون حزينة جدا وبتقول من الواضح انه هو مستحيل يقع في حبي، في الاول وفي الاخر هو هيروح لميمي لانها حب الطفولة، اما انا هفضل وحيدة للابد. وبتكون في منتهى الحزن. وبعدها بترجع البيت بتلاقي كانج نايم على الكنبة ومعاه الجاكيت بتاعها، فبتحاول تزقه وتاخد منه الجاكيت، وفعلا بتقدر تاخد الجاكيت. وبعدها بتبص على الترابيزة بتلاقيه كان مستنيها وجايب شوية سناكس يقضوا وقت ممتع، فبتغير ملابسها وبتنام جنبه. وبتكون في منتهى الحزن وزعلانة وبتسأله هل هو بيحبها، ولكن بطلنا بيكون نايم بسبب الشوكولاتة اللي هو كلها، لان الشوكولاتة دي بتساعد على النوم يا صديقي. فميا بتسأله هو كان بيعمل ايه في مكتبة الممرضين مع ميمي، ولكن مش بيرد عليها، فبتكون في منتهى الحزن. وتاني يوم كانج بيصحى بيلاقي ميا نايمة جنبه، فبيتكسف وبيقول لماذا هي هنا. في الوقت ده ميا بتصحى بتقول له صباح الخير يا عزيزي، فبيتصدم لانها بتكون سلبوطة وبيقول لها هو ايه اللي حصل، فبتتريق عليه وبتقول له هو انت نسيت اللي حصل امبارح، مش انت اللي طلبت مني كده. فكانج بيتصدم وبيكون مش فاكر اي حاجة وبيقول لها قصدك ايه، فبتقول له يعني انت نسيت انت عملت ايه. فيعني الواد دماغه بتروح بعيد وبيتخيل انهم عمل بونجا بونجا وبيجري على ميا وبيقول لها قولي احنا عملنا ايه امبارح انا مش عارف. فبتضحك عليه وبتعرفه ان هي كانت بتعمل فيه مقلب وانه ما حصلش حاجة. فكانج بياخد نفسه بالعافية وبيقول الحمد لله. فميا بتتضايق لانه كده رفضها للمرة التانية. وتاني يوم بنشوف ميمي وهي قدامها اكياس زبالة كتير وبتكون مش عارفة تشيلهم. في الوقت ده بيجوا اصدقاء ميا وبيقرروا انهم يساعدوها، ولكن بيشوفوا كانج وصديقه فبينادوا عليهم فبيعملوا نفسهم من بينها. ولكن كانج بيتصدم لما واحدة فيهم بتنادى عليه وبتقول له يا زوج ميا انا هقول لميا انك بتعامل اصدقائها ببرود، فبيتصدم وبيروح يساعدهم. واول ما بيوصل عند ميا والاتنين بيشوفوا بعض بيتكسفوا وبيفتكروا القبلة واللي حصل في مكتبة العيادة. وصديق كانج اول ما بيشوف شريكته الفتاة الجميلة بيكون فرحان جدا. الفتاة بتعرفهم ان الراجل هيشيل كيسين زبالة اما الفتاة هتشيل كيس واحد. تاني يوم بيكون يوم المهرجان يا صديقي، وميا قاعدة بتزعل كانج وبتقول له اربط الشريط انت ربطته غلط، فبيقول لها الموضوع
الموضوع مش زي ما انت فاكرة سهل. فبتقول له انا متوقعة كده انك مش هتعرف تربط الرباط. فبطلنا بيحاول يربط الشريط ولكن بيربطه غلط. فمية بتطلع التليفون وبتوري له الطريقة الصحيحة، فبيمشي ورا الخطوات وفي النهاية بيربطه بطريقة صحيحة. بعد كده بطلنا بيقرب من مية عشان يتأكد ان الشريط ضيق عليها ولا لا. فمية بتكون محرجة جدا لان كانج قريب منها. بالليل في المهرجان بنشوف الناس وهم بيحتفلوا وبيكونوا مبسوطين جدا، وبنشوف اصدقاء مية اول ما بيشوفوها بيقعوا في حبها لانها بتكون لابسة الزي الياباني التقليدي وبتكون في قمة الجمال والروعة، وبيقولوا لها فعلا انت جميلة جدا. حتى اصدقائهم الشباب اول ما بيجوا بيشوفوا مية بيتسحروا في جمالها. وفعلا يا صديقي مية بتكون جميلة جدا. وصديقتها بتسألها كده النهاردة هتعترف بحبها لروكي ويرتبطوا ويشاهدوا الالعاب النارية سويا. فمية بتتكسف وبتقول لها اكيد. بعدها بتقعد تفكر مع نفسها وبتفتكر كانج وبتفتكر حبها لروكي وذكرياتهم سويا، ولكن بتحس ان كانج افضل منه وانها حاسه ان كانج هو زوج. ولكن بتفوق وبتقول في الاخر كانج مش ليا، انا وقعت في حب روكي. وبتتغلب على مشاعرها وبتبدا تدور على روكي وبتتمشى في المهرجان. اما اصدقائها بيكونوا رايحين يجيبوا شويه سناكس. بعدها مية بتكون ماشيه وبتفتكر لحظاتها بكانج وان كانج كان بيهتم بيها وبيسعدها وبيلبي لها كل طلباتها وانه هو الشخص المناسب. ولكن برضه بتتغلب على مشاعرها وبتدور على روكي. في الوقت ده بنشوف الفتيات دولت وهم بيقولوا الشخص ديت وسيم جدا، هل من الممكن انه يكون ممثل؟ فمية بتتفاجئ لما بتلاقي روكي هو اللي بيتكلموا عنه انه جه المهرجان، بس بيكون مش لوحده، بتكون معاه ميمي والاتنين مع بعض سويا في المهرجان بيستمتعوا بوقتهم. فمية بتتصدم. في الوقت ده اصدقائها بيجوا وبيكونوا معاهم شوية حلويات وبيسألوها هل هي عثرت على روكي. فبتعرفهم ان هي هتروح البيت دلوقتي. فبيستغربوا وبيقولوا لها تستنى روكي وتعترف بحبها ليه. ولكن بتقول لهم مرة تانية. في الوقت ده بنشوف روكي وميمي وهم ماشيين وروكي بيعرفها ان هو يروح يجيب شوية طلبات اما هي تسبقه على البيت. فبتقوله تمام وبتسمع كلامه. بعد كده بنروح لكانج وهو بيكون متعصب جدا وقاعد بيتخيل مية وروكي مع بعض بيستمتعوا بوقتهم وبيكون حاسس بالغيرة. في الوقت ده تليفونه بيرن فبيتصدم وبيرد بيلاقيها مية. فبيقول لها مية، ولكن مية بتفضل تعيط وبتكون منهارة. بتقول له انا محتاجاك جنبي. فبيتصدم وبياخد هدومه وبيحاول يجري علشان يوصل لها وبيجري يفتح الباب. واول ما بيفتح الباب بيلاقي مية قدام الباب وهي منهارة وقاعدة بتعيط. فبيستغرب وبيقرب منها وبيقول لها مالك. فبتقول له انا سبتك النهاردة وما احتفلتش بالمهرجان معاك، انا اسفة. وبتفضل تعيط. فكانج بيتأثر وبيمسح لها دموعها وبيقول لها اهلا بعودتك يا زوجتي. فبتفرح جدا وبتحضنه وبتفضل تعيط. بعدها الاتنين بيقعدوا يتفرجوا على الالعاب النارية وهم في البيت وبيكونوا فرحانين جدا. ومية بتسأله هل هي كانت حلوة في زي الياباني. فبيتكسف وبيعرفها ان هي اجمل فتاة شافها في حياته. فبتفرح وبتطلع تليفونها علشان يتصوروا سويا، ولكن تليفونها بيكون هيقع. فكانج بيقرب منها وبيمسك التليفون. فمية بتتكسف لان كانج كان قريب منها جدا. فمية بتتكسف جدا وبعدها الاتنين بيقعدوا يتفرجوا على الالعاب النارية. بعد كده بنشوف ميمي وهي قاعدة بتفكر في كانج وقبلتهم وبتكون متوترة جدا. اما كانج بيكون قاعد بيلعب ومش مهتم. اما مية بتكون قاعدة هي كمان بتفكر في كانج وشكلها واقعد في الحب. بعدها بنشوف درجات نهاية الشهر يا صديقي. وبعد كده كانج ومية بيشوفوا درجات الشهر وبيتصدموا لما بيلاقوا انهم رجعوا للمرتبة 13. ومية بتكون متضايقة جدا لانهم تخطوا الرقم ده وكانوا في المرتبة 8. ليه بقوا في 13؟ بعد كده كانج بيكون قاعد بياخد دش وبيفتكر لحظاته مع مية. ومرة واحدة مية بتدخل عليه وبتقوله تعالى معايا بسرعة وبتفضل تعيط. فبيتصدم وبيقول لها مالك انت مش واخدة بالك من حاجة؟ فبتقوله بعدين وبتسحبه وبتطلعه بره وبطننا بيكون سلبوتة يا صديقي. بعد كده بتكون ماسكة فيه بايديها وبسنانها وبتعرفه ان هنا في عنكبوت مرعب جدا لازم يجدع عليه حجمه 2 سنتي. فالواد يعني بيتصدم
لان الحجم ده اصلا ممكن ما يشوفهوش، ولكن ميا مش بتسيبه وبتفضل ماسكه فيه طوال اليوم عشان خايفه من العنكبوت. وكانجي بيكون مش عارف يتصرف ازاي مع الفتاه العنيده ديت. بعد كده ميا بتكون قاعده بتحط مونيكير على صوابعها وبتقول له ايه رايك، فكانجي بيكون سرحان اصلا في جمالها ورقتها. وبعدها ميا بتساله هو بياكل ايه، فبيعرفها ان هو بياكل ايس كريم فانيليا. فميا بتفرح جدا لانها بتحب النوع ده وبتطلب منه انه ياكلها. كسف، فميا بتقول له هو انت تعرف ان ديت ممكن تكون قبلة غير مباشرة، فبيتكسف ولكن بياكلها. وبتقول له من الواضح اننا قربنا من بعض جدا، حتى الاشياء اللي انا بحبها انت كمان بتحبها. بعدها ميا بتطلب منه انهم يتوعدوا بجد، فكانجي بيتصدم ولكن بتغطي على الموضوع وبتعرفه ان هي كانت بتهزر. وكانجي بيقول في نفسه هل من الممكن ان ميا تكون واعد في حبي وعايزه مني اني اطلب الطلب ديت، ولا تكون بتهزر فعلا؟ فميا بتقول في نفسها كنت اتمنى اني اتواعد مع كانج، عايزه اسمعها منه. في الوقت ده يا صديقي بنشوف ميا وهي بتكون مرعوبه لان العنكبوت بيكون ظهر، وبتقول لكانج عنكبوت وبتمسك فيه وبتشاور له عليه وبتفضل ماسكه فيه. فكانج بيحاول يبعدها ولكن هي بتكلبش ايديه وبتخنقه، وبيكون الواد هيموت ويفرفص من ايديها. وبيقول لها سيبيني ارجوكي علشان اقتل العنكبوت، ولكن مش بتسيبه. وبعد وقت طويل يا صديقي لما بطلنا اخيرا بيقضي على العنكبوت كل واحد بيدخل اوضته ينام، ولكن ميا بتكون قاعده بتفكر في كانج ونفسها انه يعترف لها بحبه ويرتبطوا ويبقوا زوجين حقيقيين. بعد كده بنشوف ميمي مع روكي وبتبدا تتكلم معاه وبتقول له مثلا يعني فتاة مش بتحب الشريك بتاعها وهي اصلا بتحب شخص تاني، والشخص التاني ده قبلته، فهي كده ممكن تكون خدعت الشريك بتاعها. فيعني روكي اول ما بيسمع الكلام ده بيكب المشروب على نفسه لانه بيكون عارفها انها بتتكلم عن نفسها وبيكون مصدوم، ولكن بيزعل جدا. بس بعدها بيعرفها ان هي لو بتحب الشخص ديت فهي لازم تعمل مستحيل علشان توصل له وتوقعه في حبها. اما بخصوص الشريك بتاعها اللي هو انا، فانا مش حزين خالص، ولكن في الحقيقة بيكون حزين. فميمي بتفرح جدا وبتشكره لانه تفهم الامر. بالليل كانجي بيكون في الكافيه مع صديقه، وصديقه قاعد وبيشكيله على الشريك بتاعه انه حرفيا مش بيقدره ومش بيهتم بيه اطلاقا. في الوقت ديت صديقه بيكون اتجنن وشايف بطلنا هو شريكه وبيفضل يقرب منه وبيقول له انت هتبقى ملكي. فكانجي بيتصدم وبيحاول يبعد عنه. في الوقت ده ميمي بتكون راجعه من السوق وبتشوف كانج وصديقه بيقرب منه، فبتفهم الموضوع غلط وبتكمل طريقها. فكانج بيتصدم فبيضرب صديقه وبيطلع يجري ورا ميمي وبينادى عليها وبيوقفها، وبعدها بيشرح لها ان اللي حصل ديت كان سوء تفاهم. فبتتفهم الامر وبيمشوا مع بعض، بيبداوا يتكلموا عن ذكريات الطفوله مع بعض. ومره واحده بتيجي سيره مكتبه العياده، فالاتنين بيتكسفوا وبيعتذروا من بعضهم. بعدها بيكملوا الطريق سويا وكانجي بيكون شايل منها بعض الطلبات. بعد كده ميمي بتطلب من كانج انه يعلمها اكتر على التدريب وهكذا لانه هو جميل جدا في المرة السابقة. فبيتصدم ولكن بيوافق، فبتقرب منه. ولكن تاني يوم يا صديقي بنشوف المعلمة وبتعرفهم ان اجازة الصيف هتبدأ، فعشان كده هيروحوا رحلة على الشاطئ. فالكل بيتحمس. بعد كده صديق كانج بيعرفه ان هو هيشتغل في كافيه على الشاطئ بتاع اخوه، وقدم له هو كمان يشتغل معاه. فكانج بيتصدم وبيعرفه ان هو اصلا عنده رهاب اجتماعي ومش بيعرف يتعامل مع الناس. ولكن مرة واحدة بيلاقي ورقة من تقديم نفس الكافيه بتقع وبتكون بتاعة ميمي. فميمي اول ما بتشوف نفس الورقة مع كانج بتفرح جدا وبتسأله هل هو يشتغل في نفس الكافيه، فبيتوتر وبيدوب في رقتها وبيقول لها اكيد طبعا. فبتفرح جدا لانها هتشتغل معاه وانهم يستمتعوا بوقتهم ويقضوا وقت مرح. فكانج مش بيعرف يرفض وبيوافق. وبعد ما ميمي بتمشي بيقعد يتخيل ان ميمي بتطلب منه انهم يفعلوا البونجا بونجا وبيكون فرحان جدا. بعد كده كانج بيرجع البيت وبينادى على ميا، وكانج اول ما بيشوف ميا بيتصدم لانها بتكون لابسه مايو مثير رائع جدا وبيقع على الارض. فميا بتساله عن رايه فبيكون مصدوم ومش عارف ينطق بكلمه وبيفضل باصص عليها. فميا بتقرب منه وبتقول له من الواضح انك شخص منحرف. فكانج بيحاول مالك نفسه من جمالها وبيقول لها اكيد انت مش هتلبسي الزي ديت على الشاطئ.
لان هيكون في شباب كتيرة على الشاطئ وانا بصراحة بغير عليكي. فبتقوله بالطبع الزي ديت ليك انت فقط، اما على الشاطئ فانا هلبس زي تاني خالص. فبيفرح جدا لانها مهتمية برأيه. بعد كده ميا بتعرفه ان هي قدمت على شغل في الكافيه بمرتب جزئي علشان تقدر تستمتع بالاجازة. فكانج بيعرفها ان هو كمان قدم على كافيه على الشاطئ، فالاتنين بيكونوا فرحانين لان كل واحد. وبعدها ميا بتقرب منه وبتسأله هل هو هيشتاق ليها في الغياب بعد ايام. فكانج بيقول لها دول 3 ايام يعني. فبتقرب منه اكتر وبتقوله لا انت هتشتاق ليا، قولي اني هتوحشني، وبتفضل تضرب فيه. فكانج بيبصلها وبيقول لها ارجوكي توقفي. فبعدها ميا بتحضنه وبتقوله انا هشتاق اليك كتير، وبتكون محرجة جدا. فكانج بيعرفها ان هو كمان هيشتاق ليها، والاتنين بيتأثروا وبيحضنوا بعض. ولكن مرة واحدة كانج بيبص على ورقة التقديم بتاعت ميا، بيلاقيها نفس الكافيه اللي هو هيروح يشتغل فيه. فبيتصدموا. تاني يوم يا صديقي بنشوف ابطالنا ركبوا السفينة وبيوصلوا الجزيرة، وبعدها بيروحوا عند الكوخ اللي هيسكنوا فيه. وروكي بيعرفهم ان سكن البنات هيكون يسارا، سكن الولاد هيكون يمينا. وبعدها البنات بيطلعوا غرفهم وبيكونوا فرحانين جدا وبيفضلوا ينادوا على اسم الشريك بتاعهم. بعد كده بنشوف ميا واصدقائها بيلبسوا لبس الشغل وبيكونوا فرحانين جدا. بعدها الاخ الكبير لصديق كانج صاحب الكافيه بيعرفهم على الشغل. بعد كده ميمي بتسأل كانج هل هو يختار المطبخ او يخدم على الزباين. فبيعرفها ان هو يختار المطبخ لانه مش بيحب يتعامل مع الناس. فبتقوله وانا كذلك علشان نقضي وقت ممتع. فكانج بيدوب في رقتها. بعد كده بنشوف كانج وميمي بتعلمه ازاي يحط الايس كريم ويعمل طريقة الايس كوفي. واثناء وميمي بتعلمه يا صديقي بيطرطش الايس كريم في كل حتة وبيبهدل الدنيا وبيغرقوا نفسهم. بعدها كانج بيبدأ يمسح وش ميمي من الايس كريم يا صديقي. وبعدها الاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض وكانج بيقرب منها وبيكون خلاص هيقبلها. ميمي بتتصدم لما بتلاقي الفتيات باصين عليهم والاتنين بيكونوا محرجين جدا. بعد كده على الشاطئ بنشوف البنات وهم لابسين لبس السباحة، وكانج وصديقه بيكونوا حرفيا سرحانين في جمالهم. ولكن كانج بيتضايق لما بيشوف ميا قريبة من روكي وبتفتح معاه مواضيع. في الوقت ده ميمي بتقرب من كانج وبتطلب منه انهم يقعدوا مع بعض، فالكل بيصدم. بعد كده بنشوف كانج وصديقه وميمي وصديقته هم بيبنوا القلعة وبيستمتعوا بوقتهم وبيفتكروا ذكريات الماضي وانهم كانوا بيعملوا كده في الصغر. بعد كده كلهم بيلعبوا حجرة ورا مقص، واللي هيخسر هو اللي هيروح يجيب المشاريب. وطبعا اللي بيخسر كانج وميا وبيضطروا يروحوا يجيبوا المشاريب. وبيوصلوا عند عربية المشاريب وميا بتعرف ان في عرض للمرتبط او المتزوجين. فميا بتعرف البائع ان كانج هو زوجها، فطبعا بتاخد العرض. فكانج بيتصدم ولكن بيوافق على رأيها. بعد كده كانج بينادوا عليه لان الطلبية جهزت، فبيروح علشان ياخدها. في الوقت ده ميا بتكون واقفة، ففي شباب بيحاولوا يعكسوها ويقربوا منها. فكانج بيجي وبيسأل الشباب دولت هل هم يعرفوها. فشاب من الشباب بيعرفوا ان هم لسه متعرفين عليها طازة وانها جميلة جدا وهتقضي معاهم اليوم. فكانج بيتصدم وبيسحبها من ايديهم وبياخدها في حضنه وبيعرفهم ان هي زوجته. فالشباب بيتصدموا وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. فميا بتكون متأثرة جدا ومبسوطة باهتمامه. بعدها كانج بيعتذر منها لانه عمل كده، فبتتعصب وبتعرفه ان هم زوج وزوجة، فالمفروض انه يعمل كده وما يعتذرش وانه يهتم بيها اكتر من كده. بعد كده ميا وكانج بيتقابلوا بالصدفة، فميا بتقوله تعالى اقعد احط لك كريم اساش علشان الشمس ما تحرقش جسمك. فبيستغرب ولكن بيسمع كلامها. وبعد ما بتخلص ميا بتحضنه وبتعرفه ان هي مهتمية بيه كتير وبتطلب منه ان المسافة بينهم تقرب مش بالعكس تبعد، مغرمة بيه. في الوقت ده صديقة ميا بتيجي، فالاتنين بيبعدوا عن بعض. وبطلنا بيعمل نفسه كأنه بيطلب عصير من المكنة وبيسأل ميا هي بتحب عصير ايه. فبتتصدم لانه مش عارف هي بتحب ايه وبتكره ايه. وبعدها بتاخد صديقتها وبتمشي.
روكي في الوقت ده بتبعت له رسالة وبتعرفه ان هي هتعلمه الادب. بالليل بنشوف اصدقاء ميا وهم بيسألوا عن ميا، فواحدة فيهم بتعرفهم ان ميا هتروح السوق. في الوقت ده ميمي بتكون سامعة كل اللي بيحصل وبتسمع الشباب وهم بيسألوا عن كانج. واحد فيهم بيعرفهم ان كانج هيروح على الشاطئ، فميمي بتشك وبتحس بالغدر. وبعدها بنشوف كانج وميا على الشاطئ وكانج بيسألها عن سبب غضبها، فبتعرفه ان هي غضبانة لان هو بيعاملها خارج البيت كأنها صديقة، اما داخل البيت كأنها حبيبته، وهي بتطلب منه انه يعاملها في كل الاوقات انها حبيبته وزوجته، ولكن هو مش مهتم بيها وكل هدفه انه يقرب من ميمي وبس. بعدها بتعرفه ان هي جابت الملابس السباحة ديت علشان ينزلوا البحر سويا، ولكن كانج بيتصدم ومش بيرد عليها، فبتتضايق اكتر وبتقول له هو انت لسه مهتم بميمي، وبتقعد تزعق له وهي حزينة وبتقول له انا بغير عليك من ميمي افهم. في الوقت ده بنسمع صوت ميمي وصديقتها وهما بيتجولوا على الشاطئ، فكانج وميا اول ما بيسمعوا صوتهم بيجروا وبيستخبوا في الكوخ ديت. في الوقت ديت ميمي وصديقتها بيقعدوا قدام الكوخ، فكانج بيكون مصدوم هو وميا بتتعصب اكتر وبتتضايق لما بتلاقي كانج مهتم بميمي وبيحاول يسمع هي بتقول ايه، فبتحس بالغيرة وبتفتكر ذكرياتها معاه. في الوقت ده ميمي بتحس بصوت، وده سبب يا صديقي ان بطلنا من غير ما يوصل تخطى الحدود، فميا ادته على وشه وميا بتزعق لكانج، فميمي بتفتكر ان في شبح وبتاخد صديقتها وبيجروا وبيهربوا من المكان. بعدها كانج بيغمى عليه فميا بتتخض عليه. بعدها الاتنين بيكونوا في الاستراحة وبيكونوا محرجين وكانج بيعتذر منها، ولكن ميا بتقرب منه وبتعرفه ان هو يعملها كحبيبته في كل الاحوال، وانها زعلانة منه كتير وحاسة بالغيرة وانها بتحبه ومش هتسمح لاي فتاة تقرب منه، وبتقوله يا كانج انت ملكي انا وبس، وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بنشوف ميمي وهي ما نامتش طول الليل وبتكون حزينة جدا وبتفتكر لما ميا رجعت متأخر من السوق. في نفس الوقت كانج كان راجع من الشاطئ وبتحس ان الاتنين كانوا سويا مع بعض. بعدها بنشوف كانج وهو نازل من اوضته فبيلاقي ميمي في وشه، وميمي بتكون عايزة تسأله ولكن كانج بيكون سرحان في جمالها. وبعدها كانج بيروح يغسل وشه فبيلاقي ميمي وبتقوله ايه رأيك في تسريحة شعر الجديدة، فبيقول لها حلوة، فبتقعد تهزر معاه وتقرب منه. وبعدها قبل ما بتمشي بتعرفه اللي حصل بينهم امبارح ده هيكون سر من اسرارهم وبتسيبه وبتمشي. فكانج بيكون متوتر. بالليل صاحب الكافيه بيجمعهم وبيعرفهم ان كل ثنائي هيدخلوا، واول ثنائي هيوصلوا للمعبد اللي داخل الغابة هم اللي هيفوزوا، وفعلا بيبداوا يختاروا. وميا بتغيظ كانج وبتروح مع روكي، فكانج بيتضايق وبيروح مع ميمي، اما باقي الفرق بيروحوا مع الشركاء بتاعهم. وفعلا ابطالنا بيبداوا يدخلوا الغابة. وبعدها بنشوف ميا وروكي وهم ماشيين، وبعد شوية صديقي بنشوف كل ابطالنا بيرجعوا وبيوصلوا عند المعبد، وفي النهاية كانج وميا بيوصلوا عند المعبد. وبعدها صديق كانج بيسأل كانج حصل ايه في الغابة يا نمس، فبيعرفوا ان ميمي كانت مرعوبة جدا وفضلت تصرخ وصدعته. ومع مرور الوقت كانج وروكي مش بيرجعوا، فالبقية بيقلقوا عليهم وبيسألوا هل هم راحوا فين، وبيحاولوا يرن عليهم ولكن التليفون بتاع ميا بيكون وقع. فالوقت بيتأخر وكمان الجو بيبدأ يمطر، فصاحب الكافيه بيطمنهم وبيطلب منهم انهم يروحوا وهو هيدور على ميا وروكي. وفعلا الجميع بيروحوا، وميمي بتطلب من كانج انهم هم كمان يروحوا، ولكن كانج بيعتذر منها وبيعرفها ان هو لازم يدور على ميا، وبيدخل الغابة وبيبدأ يدور على ميا وينادي عليها. في الوقت ده ميا بتكون ماشية لوحدها ومرعوبة وخايفة ومش عارفة تتصرف ازاي، فكانج بيفضل ينادي ويدور عليها. بعدها ميا بتكون قاعدة في الغابة وحزينة، ولكن مرة واحدة بتسمع حد بيقرب منها فبتنادي على كانج وبتكون معتقداه هو، ولكن بيكون روكي وبيعتذر منها لانه سابها وبيطمنها. وبعدها بيقعدوا تحت مظلة لحد ما المطر يخلص. في الوقت ده كانج بيكون بيدور على ميا وبيلاقي التليفون بتاعها، بيكون قلقان عليها جدا، ولكن مرة واحدة ميمي بتيجي وبتطمنه وبتعرفه ان روكي اتصل بيهم وعرفوا ان لقى ميا وهم قاعدين في استراحة ومستنيين المطر يخلص، فبيزعل جدا لانه كان نفسه هو اللي يوصل لميا الاول. بعدها كانج وميمي بيقعدوا مع بعض، وميمي بتسأله هل هو قلقان على ميا، فبيعرفها ان هو قلقان عليها وكان نفسه يوصل لها، ولكن للأسف روكي سبقه. فميمي بتتضايق جدا وبتقوله من الواضح انك بتحب ميا، فمش بيرد عليها. فميمي بتتضايق اكتر
وبتسأله هل هو قبلها في يوم، فبيتوتر وبيقول لها نفس السؤال، فميمي بتتوتر وبتعرف ان هو كان اول شخص. فكانجي بيتكسف وميمي بتقوم علشان تمشي، ولكن كانجي بيمسك ايديها فبتقرب منه وبتقول له كانج انا مش عايزة افضل صديقتك للابد، انا عايزة اكون حبيبتك، انا بحس بالغيرة لما ميا تكون قريبة منك. وبتقبله يا صديقي. في الوقت ده بنروح لروكي وميا بتسأل روكي هل هي لو كانت شريكته على التدريب على الزواج كان هيقع في حبها، فبيعرفها ان هي زي اخته ولا اكتر ولا اقل، وانه بيحب شخص تاني. فميا بتتصدم لانه كده رفضها، وبتسأله على الشخص التاني ديت هل هو ميمي، فبيضحك وبيعرفها ان ميمي مجرد زميلة، وبيعرفها ان هو كان بيحب فتاة من زمان ولكن للأسف خانته مع اقرب الناس ليه، كانت حقيرة مادية. بعدها روكي بيسألها هل هي كانت بتحبه بعدها حبت شخص تاني، فبتتوتر وبتقعد تفتكر ذكرياتها مع كانجي لأول مرة، وإنه كان دايما بيدعمها وبيقدم لها الحب والاهتمام اللي هي كانت محتاجة ليه. وأخيرا يا صديقي بتكتشف إن هي وقعت في حب كانجي من أساسه، وبتشجع نفسها وبتقول أنا لازم أعرف كانجي إني بحبه ونتواعد بجد. أما كانجي وميمي بيكونوا في عالم تاني. وحد هنا يا صديقي بينتهي الأنمي معانا، للأسف مفيش أي موسم تاني نزل. ولو تفتكر ان الحكاية انتهت فحب اعرفك ان اللي جاي هيكون افضل، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان انزل لك باقي الاجزاء، وتكتب لي في الكومنتات يا بطل نزل لي انميات كاملة عشان اعرف انك وصلت معايا لحد اللحظة دي. وسلام.